مساءكم جميل وأهلا بيكم. كل سنة وأنتم طيبين. أيام جميلة جدا مليانة أعياد للمسلمين والمسيحيين، وكلنا إن شاء الله يعني دايما في أيام فرح وسعادة. اللهم آمين ويديمها فضل ونعمة علينا. لقائنا النهاردة بعنوان العمارة أو الرموز الصوفية في عمارة المساجد. الحقيقة المصطلح ده أو المسمى ده أو موضوع المحاضرة بتاعت النهاردة، حابب أشارك بيه أصدقائي من المرشدين السياحيين والمهتمين بهذا المجال والمهتمين بالعمارة والآثار الإسلامية، كنوع من إثراء المعلومة في الآثار الإسلامية. لما بنروح دايما لمكان مصري قديم مليان رموز ومليان رسومات ومليان كتابات ومليان ألوان، وكل حاجة ليها رمزية. لما بنروح الآثار اليونانية الرومانية نفس النظام، كتير جدا من الرسومات، كتير جدا من الألوان، كتير جدا من المناظر، كتير جدا من حاجات حلوة قوي بتخلينا عندنا ثراء بنشرح المنطقة بشكل أعمق وبشكل كبير وبزوايا مختلفة. فالآثار المصرية القديمة، اليونانية الرومانية، الآثار المسيحية نفس النظام. لما بروح كنيسة عندي عناصر معمارية وعندي زخارف وعندي أشكال ورموز كتيرة جدا، عندي سمكة وعندي الكرم العنب وعندي بيض النعام وعندي الهالة المقدسة وعندي سفينة نوح وعندي الألتر وعندي المنجلية وعندي عناصر معمارية كتير. الكنيسة غنية بالحاجات دي. ولكن المرشد السياحي أول ما بياخد الجست بتاعه وبيتنقل ويروح لمنطقة فيها آثار إسلامية، بيبدأ يشعر إن المعلومة أصبحت جافة، تكاد تكون بتنحصر في المعلومة التاريخية فقط. بيبدأ يزور مجموعة قلاوون، بيقعد يحكي عن عائلة قلاوون وإن هم السلاطين بتوعهم مين ومين وكل واحد مسك الحكم فيهم كم مرة و بيروح عند بيبرس البندقداري بيحكي عن بيبرس البندقداري و بيتكلم عن عصر المماليك، بيتكلم عن العصر الأيوبي. بيبقى كتير جدا من المعلومات اللي واخد الجانب التاريخي. وبعدين أول ما بيتكلم على الجزء المعماري كمساجد بقى، لأن إحنا لما بنروح آثار إسلامية بنلاقي قدامنا إيه؟ يا مسجد، يا سبيل، يا كتاب، يا خنقاه، يا وكالة يعني، أو قلعة، أو بيت قديم. وطبعا الأعظم في المزارات والأكثر شيوعا المساجد. فأنت أول ما بتدخل المسجد عشان تتكلم عن المعمار بتاع الجامع بتلاقي إن الموضوع مفهوش كتير من الشرح. إيه التقسيم بتاع المسجد؟ 4 إيوانات، أكبرهم إيوان القبلة، وكلهم في النص الميضاءة اللي في الدور قاعة، وخلاص على كده. هو ده كل ده العمارة الإسلامية؟ لا، عمارة المساجد ممكن نشرح فيها أكتر من كده شوية. وده يعتمد على إن إحنا ناخد منهج جديد في شرح العمارة الإسلامية من ناحية الفن الإسلامي. وطالما أنا اتكلمت من الناحية الفنية، فإذا كل حاجة ليها جانب فني. يعني إيه جانب فني؟ يعني أنا دلوقتي عندي كل عنصر معماري على سبيل المثال بشرحه في المعبد المصري، أكيد ليه الدور بتاعه اللي بيأدي الجانب الروحي والديني. وكل عنصر معماري بشرحه في الكنيسة ليه الرمزية وليه الدور الديني بتاعه. حتى البخور اللي بيتولع جوه المكان المقدس ده. فإذا لازم أبص للجامع وانت بتشرح المساجد بالنظرة دي، ان هو عمارة مقدسة، نوع من انواع الفن اسمه الفن المعماري المقدس. فن معماري لان اللي خطط هذه الجوامع
وحط فيها العناصر المعمارية بتاعتها، شخص ترك في كل عنصر معماري دور من الأدوار اللي بتؤديه من أجل الشخص اللي داخل يصلي في هذا المكان. زي مثلا إيه؟ عندنا لو رحنا مسجد السلطان حسن، ناخده كنموذج كده أمثل لكل المساجد كلها. النموذج بتاع المسجد فيه إيه؟ كل المساجد الإسلامية لما تيجي تدخل الجامع أو المسجد ده بتلاقي فيه حاجة اسمها المدخل المنكسر. احنا دايما بنقول عليه المدخل المنكسر، أو المصطلح الأثري بتاعه اسمه الباشورة. الباشورة. ليه المعماري المسلم في هذه المرحلة ما عملش مداخل المساجد مباشرة، يبقى الباب بيدخلك مباشرة على الإيوانات الأربعة والصحن بتاع الجامع؟ ليه عمل المدخل المنكسر ده؟ طالما اتعمل كعنصر معماري في كل الجوامع يبقى فيه مغزى، فيه غرض، فيه رمزية وراء هذه الباشورة، هذا المدخل المنكسر. ليه المعماري عمله منكسر بالشكل ده؟ فده سؤال لازم نطرحه. الحاجة الثانية، المئذنة والديزاين والتصميم المعماري بتاعها. المئذنة ليه بتتعمل في الجوامع؟ عايزين نعرف ان بداية المساجد في الاسلام ما كانش فيها مآذن. بعد كده المئذنة بقت عنصر معماري رئيسي في المسجد. دورها ايه ورمزيتها ايه؟ دورها ايه جوه هذا المعمار بتاع المسجد؟ نيجي بعد كده للإيوانات الأربعة، دورهم إيه ورمزيتهم إيه؟ نيجي نتكلم عن الزخارف النباتية والزخارف الهندسية، الزخارف الكتابية، كل حاجة. الإزاز المعشق الملون اللي معمول في الشبابيك الشمسية والشبابيك القمرية، كل الحاجات دي ليها رمزية أو ليها استخدام رمزي جوه المسجد. لو أنت قلت ان هذه الزخارف وهذه الالوان وهذه الحاجات المستخدمه من اجل المناظر الجماليه، شكل جمالي، زخرفه جماليه، كلمه جماليه في حد ذاتها انت كده بتقر وبتعترف ان في رمزيه في العماره الاسلاميه. يعني ايه جمال؟ لما نيجي نعرف الشيء الجميل، لما تقول على حاجه جميله، ايه اللي بيخليك تقول على الشيء ده وتوصفه بالجمال؟ تعريف الجمال هو شيء مصنوع بنسب معينة وبطريقة معينة يسر عين الناظر. يعني عينك لما تقع على حاجة شكلها حلو فأنت بتقول الله دي جميلة، فبتسر الايه العين. هو ده تعريف الجمال. يبقى إذا لو احنا عندنا الزخارف المعمارية بتاعت المسجد، لو احنا عندنا العناصر المعمارية في المسجد، لو بنتكلم على انها عناصر معمارية وزخارف جمالية، الاستخدام بتاعها من اجل الشكل الجمالي، فده في حد ذاته اصلا هو الرمزية في العمارة الاسلامية. ان انا عايز اعمل حاجة شكلها حلو تسر نظر عين الشخص اللي دخل جوه الجامع ده. انا عايز احسس الشخص اللي دخل جوه الجامع ده، احسسه بايه؟ احسسه بالخشوع، احسسه بالهدوء، احسسه بالسكينة، احسسه بكل المشاعر بتاعة الامان. عايز احسسه واخليه يستشعر معنى كلمة انت في حمى الله، انت في حماية ربنا، انت في بيت الله، في بيت من بيوت الله على الارض. انا عايز اغرز في نفس وفي روح زائر هذا المسجد هذه المشاعر. ازاي المعماري المسلم نفذ هذا الهدف؟ من خلال المعمار، من خلال العمارة بتاعت الجامع. فرق كبير جدا ما بين ان احنا ندخل جامع حديث مبني جديد فيه عظمة، فيه بهرجة، فيه فخامة، بس ما فيهوش المشاعر بتاعت السكينة والأمان والحاجات الجميلة بتاعت الجوامع القديمة.
يبقى اذا الموضوع يعني ده جامع وده جامع، بس ده مودرن وده هيستوريكال، ده تاريخي قديم وده مودرن. ده بيحسسك ان فيه بهرجه وعظمه وفخامه بس من المعمار بتاعه، لكن التاني بتشعر فيه بالسلام والسكينه والامان وكل حاجه تانيه. اللي بيخليك تشعر بمشاعر مختلفه ما بين الجامعين ايه؟ الجديد والحديث. المعمار اللي انت جواه، الالوان اللي انت شايفها، طريقه الكتابه اللي انت شايفها، الديزاين والتصميم بتاع العماره اللي انت شايفها. فكل عنصر معماري الفنان والمعماري المسلم عمله في الجامع عمله لخدمه الغرض المنشود من اقامه المسجد. ايه هي؟ الشعور بالانر بيس، السلام الداخلي، الفول كونكشن with the God، الاتصال الكامل مع الإله. أنت في حضرة الإله، أنت مغمور بالإيمان، مغمور بالسلام، مغمور بالحماية والسكينة. هو ده الهدف، هي دي الحالة اللي أنا عايز أحط فيها كل من يدخل هذا المسجد. ده يتعمل إزاي يا عم المعماري؟ يا عم الفنان، الفنان والمعماري المسلم راح حاطط الديزاين وظبط كل العناصر المعمارية تخدم هذا الهدف. فدي الرؤية العميقة اللي احنا دايما عايزين نشرح للآخر، واحنا كمان نشوف المساجد من ناحيتها. الرؤية دي بيسموها الصوفية. صوفية معناها إدراك ما هو وراء العناصر المعمارية اللي قدامنا. أنا عندي عمود أو عندي ميناريت، عندي منارة، عندي مئذنة، حلو، أنا شايفها شكلها مئذنة. الصوفية بتبحث ما وراء رمزية المئذنة، دورها إيه الروحي في عمارة الجامع، بتأثر عليها روحيا إزاي. المدخل المنكسر في المسجد، الصوفية معناها تأثير هذا المدخل المنكسر على الجانب الروحي وللشخص اللي داخل المسجد. الأربع إيوانات، المشكوات، الزخارف النباتية والهندسية، تأثير كل عنصر معماري على النفس والروح لداخل المكان المقدس، دي اسمها الصوفية. عشان كده بنسميها الرمزية الصوفية في عمارة الايه؟ المساجد. طيب تعالوا نبص على هذا الموضوع برؤية عميقة شوية، ونشوف مجموعة كده من السلايدز الجميلة اللي ممكن نوجه بيها رؤية شاملة كده وسريعة عن عناصر المسجد والرؤية الصوفية بتاعت هذه الايه؟ العناصر بشكل مختلف. أول حاجة عندنا لما نيجي نتكلم على المساجد وبتسترعى انتباهنا كتير وعنصر رئيسي مهم جدا، هي الايه؟ القبة، قبة المسجد. ليه دايما في قبة في المسجد؟ ليه دايما كل المساجد لازم يبقى عليها قباب؟ وخاصة في المنطقة بتاعت الصلاة على الأخص، وإن كان في بعض الحالات النادرة بتبقى في منطقة بعيدة عن الصلاة، لكن على الأخص بتبقى في منطقة الإيه؟ الصلاة. طبعا القبة من الجانب الطبيعي الأساسي بتاعها كعنصر معماري بيأدي دوره، فهي بتعمل إيه؟ بتضخم الصوت، وليها دورها في عملية الإيه؟ الصدى بتاع الصوت، وصدى الصوت اللي بيسمع المصلين في مساحة أكبر وهكذا زي الفل. ولكن كمان الشكل الدائري في كل الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، هنلاقي إن الشكل الدائري ده بيعبر وبيرمز على قبة السماء، والدايرة لها سنتر وقبة السماء لها سنتر. الكون كله ليه سنتر وليه مركز، ليه مصدر، وهو الله الواحد اللي خلق كل شيء. والدايرة لها مركز واحد، كل حاجة جوه الدايرة بتدور في مركز هذه الدائرة. فشكل الدايرة في حد ذاته له رمزية روحية، عشان كده اتاخد هذه القبة وهذه الأشكال الدائرية واتعمل بيها شكل القباب، واتعمل بيها كمان السقف بتاع الإيوانات اللي موجودة. تلاقي إن الإيوان السقف بتاعه نص دائري، شكله مقبب. ليه؟
علشان بيشير إلى قبة السماء، بيشير إلى إن زي ما الدائرة كل شيء بيمشي حوالين فلك أو فلك مركز الدائرة، فكل حاجة في الوجود بتمشي حوالين المركز والمصدر، وهو الإله الإيه؟ الخالق الواحد. دي حاجة عن المئذنة، عن القبة. طب المئذنة بتاعت الجامع، احنا عارفين ان المئذنة بتستخدم علشان المؤذنين زمان كانوا بيطلعوا فوق المئذنة ويبدأوا يأذنوا. بس كده؟ لا، ليها استخدام تاني، لأن المئذنة بالإنجليزي اسمها منريت، ومنريت معناها منارة، يبقى إذا كان لها كمان استخدام آخر، وهي إن كان بيتعلق فيها أناديل للإضاءة بتاعت الشوارع من بره. طب الجوانب الصوفية بتاعتها بقى، المئذنة ورمزيتها في الجانب الصوفي اللي هو ما وراء الرمزية الروحية بتاعت المئذنة. المئذنة دي بترمز لشرارة الخلق، مركز الكون. تخيل كده نفسك لما تقف قدام المسجد وتبص على المئذنة، وتبدأ نظرك يمشي على المئذنة من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى، فكأنك بتتجه من القاعدة المربعة للقاعدة المخمسة، للقاعدة أو الليفل المسدس، ثم المسمن، ثم إنك بتوصل في نهاية المئذنة بإنك وجهت وشك كاملا إلى السماء، عنان السماء. فكأن المئذنة دي بتساعدك كمان على الجانب الروحي والنفسي، بارتفاع نظرك معاها من الجزء السفلي بتاعها اللي بيمثل عالم المادة والعالم بتاع الخوف والعالم بتاع الصراعات، إلى إن عينك بتترفع معاها وبتمشي لحد الطب بتاع المنريت، فبتلاقي نفسك وجهت وجهك إلى السماء، حيث خالق الكون، حيث ترك عالم المادة وعالم الخوف إلى عالم السكينة وعالم الروح الواسعة، واتصالك بالإله، وإحساسك بوجود الله معاك. ليها دور قوي جدا، بتديك جانب وبعد روحي كبير جدا. العرايس اللي موجودة دايما في المساجد من جوه بتبقى حوالين الصحن المكشوف من الدور اللي فوق، ودي دورها إنها بتمنع الانزلاق من فوق المسجد، الحوادث وغيرها، ولكن لها بعد آخر روحاني، لأنها بتبقى متكونة دايما من 3 بتلات أو من 3 أجزاء. ال3 أجزاء دول عاملين زي زهرة اللوتس الثلاثية، أو الرقم بتاع 3: عالم المادة وعالم الروح، وبينهما الإنسان. أنت كإنسان وعايش حياتك ما بين اختيارين: عالم المادة والغرائز واحتياجاتك المادية في حياتك، وما بين عالمك الروحي واتصالك بالذات الإلهية، وما بينهم الإنسان بيعاني شوية هنا وشوية هنا. ففيها بعد فلسفي وروحي. المدخل المنكسر بتاع الجامع، الباشورة، ليه دايما مداخل المساجد بتاعت زمان مكسوره كده، ما بتدخلش مباشره دايركت على الصحن بتاع المسجد؟ لان المدخل المنكسر ده اللي عاده بيبقى مظلم، وبيبقى الاناره فيه بالمشكوات قليله، وبتمشي فيه بعد جزء يا دوب انت شايف قدام قدمك بالعافيه، وتوصل الى الصحن بتاع المسجد اللي فيه الضوء جاي من السماء، وكانك بتتحول من ظلمه العالم المادي وظلمة النفس إلى براح الروح وبراح عالم النور والاتحاد مع ربنا والاتصال بربنا في الصلاة، لأن كلمة صلاة معناها صلة، معناها إنك بتتصل بربنا. فكأن البشورة دي في حد ذاتها بتاخدك من عالم الظلام، عالم الدنيا والمادة، العالم اللي بره الجامع، لاتساع الروح واتساع النور الالهي وعالم السكينه والراحه. ليها بعد روحي وتاثير روحي. الايوانات الاربعه، هل سالنا نفسنا قبل كده ليه الايوانات الاربعه دي شكلها مربع؟ ليه ما تبقاش ايوانات 4 شكلها مدور او واخده الشكل سداسي؟
أو خماسي أو أي شكل تاني. ليه شكلها مربعة؟ ليه الإيوانات الأربعة؟ طبعا احنا عارفين الإيوانات الأربعة اللي هي بيتم فيها تدريس المذاهب الأربعة، وأكبرهم إيوان القبلة. جميل. ولكن البعد الصوفي، البعد الروحاني للشكل المربع والإيوانات الأربعة، ودي اللي بترمز على المحفزات بتاع المشاعر الإنسانية الأربعة. عندك عنصر الماء والهواء والنار والتراب، العناصر اللي متحكمة في كل شيء واللي مخلوق منها كل شيء في الطبيعة. كل حاجة فيها مية، هواء، نار، وتراب. الشكل المربع بيظبط وبيعمل استقرار للعناصر الأربعة في الإنسان. وطبعا اللي عايز يفهم أكتر عن الفور إليمنت والعناصر الأربعة والجوانب الروحانية بتاعتهم وعلاقتهم ووجودهم في العقائد والأديان القديمة والحديثة والإسلام والمسيحية واليهودية والحضارات القديمة، لازم يفهم أكتر، علشان خاطر دي فكرة الإرشاد السياحي اللي بيجيب معلومة ما وراء الأثر ليه معمول. الفسقية أو النافورة اللي في قلب أو في منتصف الصحن بتاع المسجد، الميضاء اللي بتتوسط الإيوانات الأربعة، المكان اللي فيه الوضوء اللي بتطلع منه المية، تمام، وبتنبع منها الايه؟ المياه. ودي فيها رمزيه ابعد كمان، صوفيه، عامله زي ايه؟ عامله زي الانهار بتاعت الايه؟ الجنه، اللي بتنبع من كل مكان والناس بتبقى دايما حواليها، زي الانهار اللي من عسل مصفى، وانهار ما اعرفش من ايه، وانهار كذا، بتفكرك دايما. فالمعماري المسلم حب يحط لمسه من اللمسات اللي بترمز الى الجنه جوه هذا المسجد. الزخارف الهندسية، بنشوف دايما المقرنصات، وبنقعد نتكلم عن المقرنصات كتير، وبنقول ان استخدام المقرنصات تحويل الزاوية المربعة الحادة الى شكل نصف دائري، وان هي بتبقى شكل جمالي. بس جمالي ليه؟ بتعمل ايه ودورها ايه في عالم الروح؟ والمقرنصات اللي بتبقى نازلة كتير، وكل ما بنرتفع من لير للتاني عددها بيقل لحد ما يبقى فيه مقرنصة واحدة بس في التوب فوق. والأطباق النجمية والأشكال بتاع الأهلة، كل الحاجات دي ليها بعد روحاني جميل جدا. الشكل بتاع المقرنصات اللي بتبقى كتيرة من تحت، والليفل اللي فوق بيقل ويقل لحد ما تبقى مقرنصة فوق، رمزيتها الروحية بتاعتها إن أنت الجميع من الأسفل إلى الأعلى مرتبط بالمصدر الواحد، بالله الواحد. كل طبقات الخلائق مرتبطة دائما بالمصدر الواحد اللي هي بتمثله المقرنصة الواحدة فوق. الطبق النجمي اللي برضه ليه مصدر ومركز في النص، هو مركز الدنيا، مركز الخلق هو الخالق الواحد، وكل الاشكال الهندسيه بتدور في فلكه. فهنا بيدي لك رمزيه الاتصال بالمصدر الواحد. زخارف النباتيه، لما يقول لك دي اوراق، ودي السيقان بتاعت نبات، ودي فروع، ودي الثمار بتاعت النبات، وده نبات النخيل، ودي اشجار الزيتون، ودي الرمان، وده كذا. مش دي كلها حاجات بيستقيها من نصوص القرآن عن فاكهة الجنة وأشجار الجنة والثمار الجميلة الطيبة في الجنة والظلال بتاعت الأشجار اللي موجودة في الجنة؟ فكل شيء في هذا المسجد هو بينقلك من حالة الدنيا لإنك تعيش عالم روحاني متصل فيه بالإله، بتتصل به برائحة الجنة، وكأنك بتتنسم فيه نسائم الإيه؟ الجنة أثناء وجودك وأدائك الصلوات. فبالتالي كل شيء من عمارة الجامع بتشتغل عشان توصل بالمصلي للهدف المنشود، إنك تدخل في هذا المكان مؤمن إيمان كامل، حاسس براحة نفسية كبيرة جدا، خاشع في صلاتك، منقطع التفكير عن عالمك المادي، عالم الخوف وعالم القلق وعالم الأولاد والحسابات والفلوس والبتاع، لعالم السكينة والراحة والاتصال مع الإله. فعشان كده كل حاجة جوه الجامع لازم تخدم هذا الهدف، لازم تأثر فيك، شئت أو أبيت، فهمت أو ما فهمتش، وانت داخل بتزور الجوامع
القديمة هتلاقي نفسك بتشعر بهذه الحالة. لكن في المودرن موسكس، الجوامع الجديدة، بهرجة، فخامة، عظمة، لكن مفيش السبريتشوال افكت او السبريتشوال فيلينج زي ما هي موجودة في العمارة الإسلامية القديمة. طبعا الجزء اللي بيأرق جزء كبير جدا مننا كمرشدين لما بنروح الأماكن اللي زي دي، إن إحنا بنخاف في حتة الرمزية في الإسلام، إن إحنا يبقى بنقول الإسلام عنده رمزية، ده ممكن يدخلنا في حرمانية. لا، هي في الحقيقة ما فيهوش أي جوانب من جوانب الحرمانية، وده لسبب. أول شيء، الإسلام لما بدأ إن هو يحرم فقال في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللي هو إيه؟ الإسلام حرم التجسيد الحي للشيء علشان خاطر ما سبق من فترة ما قبل الإسلام. ولكن التحريم ما جاش على الترميز والرسم من البيئة والطبيعة، من زخارف نباتية ومن كذا ومن كذا ومن كذا. فده الجزء الأولاني. الجزء الثاني إن الفن الإسلامي، إذا حضراتكم رحتوا متحف الفن الإسلامي قبل كده، هتلاقوا إن الدولة العربية الإسلامية لما جت دخلت في بلاد زي بلاد العراق، بلاد فارس، مصر القديمة، اتأثرت بالفن من هذه البلاد. وده واضح جدا وصريح على الآثار اللي موجودة في متحف الفن الإسلامي. فطبيعي جدا إن الحضارة الإسلامية تاخد وتتأثر بالفنون بتاع الحضارات اللي سبقتها، زي الفن الفارسي والفن العراقي القديم بتاع بلاد ما بين بلاد الرافدين، الفن المصري القديم، وكل الفنون القديمة عنها تتأثر بها وتاخد منها ما يتوافق مع الفكر الإسلامي. فطبيعي جدا طالما أنا تأثرت بالحضارات القديمة وخدت منها بعض الاقتباسات، فالاقتباسات دي منقولة برمزيتها. فعادي جدا ان انا اقول الرمزيه في الاسلام كذا وكذا. وبعدين الرمزيه في العصر الاسلامي اتحولت من نظام قديم بيقول لك او بيحكي لك عن خوارق الطبيعه والالهه المتعدده و الى ان الرمزيه في الاسلام كلها بتعبر وبتوصلك في النهايه الى الخالق الواحد. المقرنصات الكتيره وبتقل وبتقل لحد ما توصل لواحده فوق بتوصلك الى ان الكل مرتبط بمصدر الكون الله الواحد. الشكل بتاع الدايره الكبير اللي له سنتر ومركز كله بيدور حواليه بتوصلك لان جميعنا بندور حوالين فلك مصدر الكون الاله الواحد. العناصر الاربعه بتاعه الايوانات بتوصلك لكذا. المناره لما بتبص وترفع عينك معاها لحد ما توصل للتوب بتاعها فوق بتوصلك الى مصدر الاله الواحد. فاذا كل حاجه في عماره المسجد واي نوت ان هي تبقى ليها رمزيه سبiritual او رمزيه صوفيه او رمزيه روحيه بتخدم مشاعرك وروحانياتك لما بتدخل المسجد. فاحنا نقدر نشرح ونقدر نتكلم كتير عن عناصر المسجد، ونقدر نثري ونبص بشكل أعمق عن العمارة الإسلامية من الجوانب الأخرى بتاعتها، وليست جوانب ليها علاقة بارتفاع بناء، ماتيريال بتاع بناء، تجديدات، مين أضاف إيه في الجامع. أنت تقدر الجانب التاريخي ده كله تستعين أو تطعمه ببعض اللمسات الصوفية في العمارة الإسلامية أو العناصر الرمزية بتاعتها. وإلى هنا أعزائي المستمعين أكون وصلت إلى نهاية توصيل فكرتي البسيطة إن في بعد آخر في العمارة الإسلامية، بعد صوفي، بعد روحاني، بعد رمزي في كل عنصر من العناصر. وإن شاء الله لو لنا نصيب يكون عندنا زيارة تطبيقية على العمارة ورمزيتها في شارع المعز، على المساجد اللي موجودة وإزاي نقدر نشرحها بالشكل ده، وعلى البيوت الإسلامية كمان والتصميم بتاعها وليه هم عاملين البيوت بالتصميم ده، وده تأثيره إيه على ساكني هذا
المبنى، البيوت زمان ليه شكلها حلو، وليه لما بندخل بنحس فيها إن فيها طاقة حلوة. برضو قائم على نظام عمارة معين. فعايزين نعمل زيارة للمعز نشرح فيه هذا الاتجاه، وعايزين نعمل زيارة تانية لمتحف الفن الإسلامي نشوف التأثيرات بتاع الحضارات اللي سبقت العصر أو الحضارة العربية الإسلامية على هذا الفن الإسلامي، وإزاي الفن الإسلامي خد الرمزيات وعملها بما يتناسب مع الفن وروح الإسلام بشكل جميل جدا، واتنقلت الرمزيات بمعناها الروحي الجميل. لو عند حضراتكم أي أسئلة اتفضلوا.